كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وانتم بتجهزوا ادويتكم عشان تاخدوها في رمضان، لان مهم جدا الانتظام على الادوية في رمضان، ما تنسوش ده. هقول لكم ببساطة تاخدوا الادوية ازاي في رمضان. عندنا ادوية بناخدها بعد الفطار، وادوية بناخدها بعد العشاء. اللي بعد الفطار هناخده بعد المغرب، واللي بعد العشاء هناخده بعد السحور. طب واللي بعد الغداء مخير انت تاخده بعد الفطار او بعد السحور. طب الأدوية اللي بناخدها على الريق زي دواء المعدة، ناخده على الريق ونستنى 5 دقايق لغاية ما نشرب المشروب بتاعنا ونصلي المغرب وبعدين ناكل عادي. طب دواء الغدة ده بقى محتاج تركيز، لازم ناخده قبل السحور بساعة عشان لازم يتاخد على معدة فاضية. طب دواء السيولة اللي هو الماريفان، لازم ناخده بعيد عن أي دواء وبعيد عن أي أكل، فناخده الساعة 12 بالليل. وما تنسوش إن مهم جدا في الشهر الفضيل ده نرضى بالقضاء والابتلاء، لأن الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه له كلمة مشهورة جدا: لا رفع للقضاء إلا برضا. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحديد آية تخلينا نبقى فاهمين إن كل حاجة بتحصل هي بمراد الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وربنا بيبشرنا في القرآن الكريم وبيقول لنا: وبشر المخبتين، اللي هم الصابرين. اصبروا وادعوا ان ربنا يشفيكم في الشهر الكريم ودمتم سالمين.